كون في واحد مصري يا جماعة في المستشفى. احنا في مستشفى، معلش يا حاج. نجواردا. مستشفى ايه؟ نجواردا. مستشفى نجواردا. بلوكية رقم كام؟ بلوك نورد بلوك سيتي. نورد سيتي. نمرة غرفة 47. بس واحد بيدخلوا، يعني احنا داخلين بالعافية النهاردة 2 كده مع بعض. منصورة 37 سنة. صاروخ اللي هو بتاع الأفراح والحاجات دي كلها. ضرب في ايده. قطع له قطع بدون قصد. كفه الاتنين اتقطعوا. عمل له إعاقة في رجله الشمال ولا اليمين؟ الشمال. عمل له إعاقة في رجله الشمال. هو حاليا في المستشفى في إيطاليا في ميلانو. عاوزين هو محتاج يركب أطراف صناعية، محتاج يركب كف صناعي. أنا هحاول أظهر لكم الحالة من غير ما أظهر وشه. هو من منصورة ومحدش عاد بزوره خالص 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 خالص، لأن بقاله هنا 11 شهر. هسيب رقمه. ويا جماعة الراجل اهوت، ده شاب 37 سنة. ايديه الاتنين محتاجين كف، رجليه فيها اعاقة اهوت. ده بسبب صاروخ كان غصب عنه لقط في البيت عنده، صاروخ اللي هو بتاع الاحتفالات، طير ايديه الاتنين وما عادش حد بيجي يزوره هنا. طبعا الراجل كلمني، انا ما اعرفش حد في ميلانو، ولو في فرنسا اعمل نفس الحاجة. فاحنا ما ظهرناش وشه. رقمه دلوقتي على الشاشة. اللي يقدر يساعده يتكفل بكفين صناعي ده ملوش حد غير ربنا هنا. طبعا الناس اللي هتقول الدولة ايطاليا هنا اللي هتتكفل بيه، معلش يا استاذ اتكلم عادي بقى. ايطاليا بتتكفل بيه ماشي، بس ايطاليا يا استاذ انت قلت ايه؟ ايطاليا ما ينفعش تعمل لك الكف عشان ايه؟ عشان الورق مش معايا ورق. مش معاه ورق، وهم عملوا له هنا ورق. فطالما الورق اتعمل في المستشفى عملوا لي ورق تبع العلاج. يعني لوقت العلاج بس، فترة علاج بس، انما بقيت الاطراف الصناعية لا. فعاوزين حد يتكفل بالراجل ده. ده شاب مصري، والراجل في حالة يعني ربنا ما يوريها لحد، واحنا في شهر رحمة وشهر مفترج، والحاج محمد هنا اهوت شايف بنفسه. السلام عليكم. والله اللي يقدر يساعد الاخ ده يعني لو حتى هنلم من بعض ونجيب له اطراف صناعيه عشان يقدر يتعايش ويعيش، بس مش اكتر. وعلى الله كلتها ان شاء الله. واللي يقدر يساعد بحاجه ان واحد يتكفل بيه ويلم من الناس ويجيب له الاطراف الصناعيه، مش عارفين بيها بكام والله، وهنسال ونستفسر على الله تسهيل كلتها. هو شاب من طلخه من المنصوره وطالب مساعده، فاحنا كلنا لازم نقف جنبه. شكرا جدا يا جماعه. وعرفتوا عنوان المستشفى. معلش يا حاج محمد قول عنوان المستشفى تاني كده. اسبيتالي نجواردا ستوري تشي. رقم الغرفه 47. عشان المستشفى هنا كبيره جدا. وهسيب برضه رقمه. ما بيدخلوش نفرين مع بعض، بيدخل نفر، بس احنا دخلنا الاثنين مع بعض على اساس نوري الحاله لحضرتك. يا جماعه اللي يقدر يساعد الراجل، احنا في شهر مفترج، من فضلكم رقم الغرفه 47. قاعد لوحده في غرفه لان حالته مش زي الحالات التانية، فمن فضلكم. وعدتك ان انا مش هبين وشك، وانا بوعدك الفيديو هينزل من غير وشك خالص. حضرتك موافق ان انا انزل الكلام ده عندي عشان الناس تساعدك؟ اتفضل. موافق يعني؟ اتفضل. طبعا بس اذنوا يا جماعه علشان خاطر هي الحاله ما لهاش حل غير كده، لان الراجل بقى له هنا 11 شهر في المستشفى. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب ان شاء الله، ويقدرنا ونقدر نقف جنبك ان شاء الله. السلام عليكم.